السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبيباتي؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال يا رب العالمين. وحشتوني خالص. انا بقالي طبعا يعني حوالي اسبوع ما نزلتش من اخر فيديو المشتريات. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني كتير، وعارفه ان انا مقصره معاكم في القناه، ومش هفضل كل فيديو اقول لكم بسبب قله اللايكات وبسبب ان الفيديوهات ما تترفعش. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا، ده نصيب وده رزق، ولو ربنا كاتب لي فيه خير هلاقيه، ولو مش كاتب لي فيه خير برضو ده بتاع ربنا. الحمد لله انا راضيه. بس التشجيع في اي حاجه في الدنيا بيخليكي تحسي ان انتي عايزه تعملي اكتر وتصوري اكتر وتعملي حاجات اجمل بكتير. فالحمد لله ربنا يا رب يرزقنا جميعا يا رب برزقه الحلال، ويرزقنا الخير والصحه والستر يا رب العالمين. آه صحيت طبعا النهارده يوم زي اي يوم، ربنا يجعل ايامنا كلها خير. نزلت كده تحت، جوزي كان بيعمل مرجحه للاولاد يعني جوه البيت. يعني انتوا شفتوا اللي احنا عاملينها في الجنينه ورا؟ لا دي جوه شويه، بحيث ان لو كان في ضيوف او حاجه يعني قاعده في الجنينه من ورا يقدروا ان هم يلعبوا براحتهم، او بيني وبينكم اقدر انا العب براحتي. بس فهو عمل لنا واحده تاني كده. كان عندنا كرسي بلاستيك مكسور، رجليه مكسوره، فهو جاب حبال وعملوا كده، والاولاد فضلوا ايه بقى يتمرجحوا. كنا حاطين شويبس فيروز جنبنا ولب وبتاع، وحاطين الكراسي وقاعدين. جوزي بيعمل المرجحه واولادي بيتمرجحوا، وانا شايله ابني الصغير بناكل لب وبنشرب حاجه ساقعه. فالحمد لله يا رب، ربنا يديم علينا يا رب نعمه السعاده يا رب والرضا في بيوتنا وحياتنا يا رب العالمين. عايزه اقول لكم اني شكرا لكل حد بيسال عليا لما بغيب عليه. انا يعني لو بصوا، لو واحده بتسال عليا وبتقول لي ايه اسماء ما بتنزليش فيديوهات لايه منتظرينك، انا بتشجع وبحس ان حبايبي لسه فاكريني. فربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم في حياتي يا رب العالمين. وان شاء الله روتين النهارده هيعجبكم، بس خليكم معايا الاخر، اسمعوا كده الفيديو الاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، وانا متاكده ان شاء الله. محتارين في الفطار، نفطر ايه؟ طبعا كان النهارده الجمعه، اولا كان المفروض جوزي يروح يجيب فول وطعميه وكده، فجاب لي بليله او اللي هو حمص الشام من امبارح. فانا كده نقعت في الميه، طبعا الميه دي كلها تتغير وتتحط مكانها ميه نظيفه. تمام، فانا قعدت كده، والحوض عندي الى حد ما الحمد لله نظيف، غسله المواعين ومظبطه الدنيا، وكمان غسله البوتاجاز. حطيت الحله دي كده علشان تغلي، علشان اسلق فيها حمص الشام. عندي دي صينيه والفنجان والكوبايه اللي كنت انا بشرب قهوه وجوزي بيشرب شاي. فالله المستعان، ربنا يا رب يعيننا ويقوينا كده جميعا. يعني الحمد لله لما بيكون المطبخ رايق شويه انا ببقى ايه، صحيه نفسيا كده، ايه مطمنه، اللي هو خلاص يبقى ان شاء الله مواعين الغدا ومواعين الاكل، وبعد كده كل حاجه ان شاء الله تبقى متظبطه معايا وزي الفل. حطيت كده الميه اللي كانت فيهم، هغسلهم مره واثنين وثلاثه واربعه، علشان الغازات او الميه دي اللي انا دلقتها اللي بيكون فيها الغازات اللي هي بتتعب المعده والقولون، فكل ما بيتنقع فتره اطول كل ما بيكون احسن. يعني انا نقعاه من بالليل كده، من امبارح العصر. اغسله كده كويس خالص، هسيب الميه كده تمشي عليه واغسله كويس خالص. لو كانت عندي فيه واحده من حمص الشام او البليله مش كويسه او مسوده او واخده اي لون او ناشفه، انا بشيلها معايا. حاطه كده ورايا على البوتاجاز الميه بتغلي. في الوقت ده ما بضيفش اي حاجه خالص غير ان انا بحط البليله بس. قرب ما بتستوي بضيف كمون، بضيف ملح، بضيف شطه، وكمان بضيف معلقه صلصه. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده. الشقة عندي برضو عايزة تتكنس كويس جدا، وعايزة تترتب، والشباشب اللي طول الوقت طول ما انا بصور لكم الشباشب عندي في الارض، والكوتشات بتاعت الاولاد وشنط المدارس بيركنوها كده في اي حتة وخلاص. برضو كده السفرة عليها شوية حاجات عايزة تترتب وعايزة تتنضف. هشيل الحاجات دي كلها وهكنس وهمسح كده حوالين السجادة. عندي برضو هدوم هنا عايزة تتغسل، وهنا دخلت البلكونه في هدوم عايزه تتلم وتتشال. بصوا اللون المخلل اللي انا عملته معاكم، بسم الله ما شاء الله، انا زي ما عملته معاكم، ولا حاطه له
مش حاطاله خالص الوان ولا اي حاجه. هو ما شاء الله ده اللون اللي هو خرطه من المخلل. طبعا كميه المخلل كلها اللي عملتها معاكم خلصت، مش متبقي غير الكميه دي. هلم الهدوم كده، هشيلها من على الحبال، ونبدأ إن شاء الله يوم جديد مع بعض. ربنا يا رب يجعله يوم خير وسعد ورزق يا رب العالمين. طبعا جه ميعاد الغدا، محتارين نعمل غدا ايه النهارده. كل يوم الحيرة بتاعت كل الستات، النهارده هنتغدى ايه، النهارده هنعمل ايه. فكان عندي كده كيس كبد فراخ، فقلت هسلقهم عادي وهحمرهم، وجنبهم شوية رز شوية مكرونة، ونبقى نتغدى عادي. بعد كده رحنا قلنا ايه، طب ما تيجي نشويهم، بما ان اشترينا اللي هو المنقد ده، او الله اعلم انتوا بتسموه عندكم ايه. هو مش اشتريناهوش بصراحه، هو جاي لنا هديه. فقلنا طب تعالى نجربه كده ونشوي عليه ونشوف الدنيا هتبقى ايه. هو طبعا انا وكل اولادي هنا بنحب كبده الفراخ لما بتكون مشويه. عموما احنا لما بنروح نشتري فراخ مشويه من بره، بنخليه طول الوقت يحط لنا الكبده دي، لان احنا بنحبها خالص خالص. فقلنا طيب خلاص تعالى نشويها. فبعد كده كنت هشويها عادي في الشوايه، وبعد كده قلت نجرب ان احنا نحطها في عصيان الشيش ونشوف هتظبط معانا ولا لا. بس فحطيتها بقى، غسلتها كويس جدا بملح وبليمون، كويس كويس كويس، لان الكبده بتاعت الفراخ من الحاجات اللي بيكون فيها ريحه زفاره جامده. طبعا ما تغسلهاش بخل لان الخل هيهريها. فغسلتها بملح وليمون مره واتنين وتلاته، وسبتها بالليمون كده نقعتها يعني حوالي 10 دقايق. وبعد كده رحنا جبنا عصيان الشيش، رحت حطيتها في عصيان الشيش، وحطيت عليها قطعة من الطماطم، قطعة من البصل، قطعة من الفلفل. وبعد كده ايه جوزي جهز النار بتاعة الكبدة، ورحنا حطيناها علشان نسويها. قد ايه كان عندي برضو فاصوليا كنت طبخاها من الصبح يعني. فروحت حطيت بقى ايه، سخنت الفاصوليا تحت، ورحت كان عندي المخلل، شوفوا ما شاء الله لونه ورد وجميل ازاي. سخنته وغرفت، حطيت طبقين فاصوليا وطبق مخلل لفت، وكمان شوينا كبدة الفراخ. والحمد لله كانت يعني غدا زي الفل. اتغدينا واتبسطنا واتلمينا مع بعض انا واولادي وجوزي واخو جوزي، والحمد لله اتغدينا وقعدنا مع بعض. والاجمل من الغدا ان انتي منظر الشوي بقى وانتي بتشوي واولادك حواليكي وفرحانين ومبسوطين، ده اجمل. فالحمد لله كان ده غدانا واتغدينا واتبسطنا. كملوا معايا اليوم ان شاء الله هيعجبكم باذن الله، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك. اتغدينا الحمد لله، وظبطنا امورنا وظبطنا دنيتنا. وبعد كده ايه، قلت اروح كده على الجنينه هنا بنظبط شويه حاجات. تعالوا كده نشوف الجرجير والفجل والفاصوليا الخضراء اللي زرعناه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، دي الفاصوليا الخضراء. وهنا اللي هناك دي الجرجير والخضرة.